كما أكدنا في أكثر من فيديو سابق كشفت لذهب تي في مصادر خاصة عن أن إدارة النادي الأهلي السعودي وقعت بشكل رسمي مع البرازيلي ماركوس أمارال لاعب ووهان الصيني، وذلك لقيادة خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. ووفقا للمصادر ذاتها فإن توقيع العقود الرسمية مع اللاعب تمت بعد اجتيازه الفحص الطبي يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى أنه سيصل إلى مدينة جدة في غضون 48 ساعة المقبلة، وذلك للالتحاق بتدريبات الفريق. ورجحت المصادر أن يبدأ البرازيلي أمارال البالغ من العمر 28 عاما مشواره مع الفريق الغربي أمام الجبلين يوم الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة في دوري يوليو لأندية الدرجة الأولى. وبدأت مسيرة البرازيلي أمارال من الفئات السنية في نادي ساو باولو، وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية، وبعدها حزم حقائبه صوب القارة الآسيوية حيث تنقل بين أندية الدوري الصيني. وشارك أمارال مع ووهان الصيني في 46 مباراة بداية من موسم 2021-2022، وأحرز خلالها 39 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى.